السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير يا حبايب قلبي، يا رب. وحشتوني يا حبايب. اسفة جدا على التأخير. صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم آمين. هنشوي فرخة النهاردة بتتبيلة جميلة حبايبي. معايا كده عصير ليمونة كبيرة، ومعايا عود كده من الشبت على البقدونس على الكزبرة، ومعايا فص توم، ومعايا فلفل أحمر حار، ومعايا بهارات فراخ كده وملح وفلفل، ومعلقة كبيرة أو معلقتين كده من دبس الرمان. هيديكي لون شوي وطعم شوي تحفة قوي. لو مش متوفر عندك بديله العسل الأسود يا حبايب قلبي. ومعلقة كبيرة كده من الخل، ومعلقة كبيرة كده من الزيت، ممكن تستغنى عن الزيت. والفرخة كنت متبلها اوريدي ببصلة وملح وفلفل وطماطماية مفرومين، وكانت في الفريزر. طلعتها ليلة قبلها بليلة كده، فكت على رف التلاجة، وقمت جاية هتبلها بقى بالتتبيلة دي. لكن انت لو عندك الفرخة من الاساس مش متبلة ببصلة وملح وفلفل وبشر طماطمية كده حبايبي، حاولي ان انت تتبليها بيها، بتديها طعم وتست عالي قوي. وبعدين تضيفي التتبيلة دي بقى. شايفة الجمال واللون والريحة؟ عايزة اقولك لو معايا هنا الريحة تحفة حبايبي. تتبيلة جديدة ومختلفة. لو ما جربتهاش قبل كده للفراخ المشوية، جربيها على طريقتي مش هتبطلي تعمليها حبيبة قلبي. لا، وكمان النهاردة هنشويها في الاير فراير. لو مش متوفر عندك الاير فراير، ممكن يا حبيبتي نحطها في صينية، ما نغطيهاش ولا اي حاجة، عشان تبقى مدية معانا طعم وتست الشوي كده. ونحطها على الرف الوسطاني على اعلى درجة حرارة. هنا شغلت الاير فراير كده على نص ساعة حبايبي. لازم قبل ما نحط فيه اي حاجة عشان تدينا نتيجة مضمونة، لازم ندخلها على درجة حرارة عالية. يعني لازم الاير فراير قبل ما نحط فيه اي حاجة لازم نكون مسخنين. حطيت كده الفرخة كده حبايبي، ما دهنتش الاير فراير اي مادة دهنية ولا حاجة. استكفيت بالمعلقة الزيت اللي كنا اوريدي حاطينها على الفرخة. وقمت جاية حطها بقى كده فيه. ومعلش بقى يا حبايبي على المنظر دوت، كنت بحاول اقفله عشان معصوش بايدي التانية. وحطيته كده يا حبايبي ربع ساعة. وبعدين اقوم جايه فاتحاها، لقيتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اقوم جايه مضيراها بقى. لو انا حطها على الضهريه الاول، اضيرها واخلي الصدر لتحت، والظهرية هي اللي لفوق. ونسيبها كمان ربع ساعة. في التوتال العام كله هي مش هتاخد على بعضها اكتر من نص ساعة، وهتبقى مستوية وتحفة وباللون الخطير ده. لون شوي جميل، وفي نفس الوقت من تحت جوسي وطرية ومستوية وزي الفل. بغرس هنا معاكم الشوك عشان اوريكم ما بتطلعش اي سوائل. نعرف ازاي ان الحاجة استوت معانا؟ اما تضغطيها كده حبايبي ما تطلعش اي ما تطلعش اي سوائل معاك. هنا تبقى الحاجة مستوية وزي الفل. واللون التحفة دي اللي هيشوفها صدقيني مش هيصدق انها مشوية كده بس من غير شواية. حاجة كده تحفة. شايفين يا حبايبي درجة السوى؟ الدبوسة ذات نفسها العظمة بتطلع من مستوية وتحفة. يا رب حبايب الفيديو يعجبكم، وتشيروا لي الفيديو كده وترفعوا لي عشان القناة الكام يوم اللي ما كنتش بنزل فيديوهات كانش فيه مشاهدة خالص. والله يسعدكم حبايبي ويرضيكم ويكبر بخواطركم. صباحكم خير وبركة ورزق يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي